التملق دايما بيكون مربوط بفقدان المصداقيه والثقه، ما بيحسوش بقيمه نفسهم كبياعين زينا قبل الزمن الجديد ده. وسعيد ان انت معانا النهارده في حلقه من الحلقات اللي انا عارف انها تكسر الدنيا. البياع ده شخص جاي ياكل براس بعقلك حلاوه، جاي يبيعك الهوى. يعني الناس اللي حاسه ان البياع ده جاي يخدعهم. يس، دي واحده من الخرافات اللي بتدور او المس اللي بتدور حوالين مهنه البيع. عشان ما اخدعش العميل احل الموضوع ده ازاي؟ المصداقيه، عشان الحته دي كريتيكال شويه. صحيح. فحولت الحاجه اللي هي قد تكون سلبية الى حاجه ايجابيه. صحيح. فاي حاجه في الدنيا كان تورنت تو ا بنفيت، بالظبط كده، تو ادفانتج. اتس هاو يو بوزيشن ات يا دكتور احمد. الخرافه الثالثه بقى انه مهنه البيع هي مهنه مؤقته وملهاش كارير. كتير على البراندات المعروفه يقول لك ما انا عارفه للمنتج ده. يا ابني ده انا بكتبه قبل ما تتولد. بالظبط. يعني ما اعرفش بقى هل دلوقتي ولا ايه. اسال السؤال ده، البياعين انواع. حضرتك دلوقتي هانتر باي نيتشر. سايكومتريك تيست حاجات مهمه جدا جدا. كنت عايز اعرف ايه بقى السايكومتريك تيست اللي انت شايفه ممكن متابعينا او مشاهدينا يستخدموها عشان يعرفوا اذا كانوا هم ينفعوا او يعني مهنه البيع بالنسبه لهم فيتنج ليهم ولا لا. وسؤال تاني بالسايكومتريك تيست، هل في حاجه بقى تقدر تقول لي انت هانتر ولا فارمر؟ اوكي طيب، خلينا نجاوب على السؤال الاول. ايه فكر القياس السيكولوجي؟ حلو. اوكي، فكر القياس السيكولوجي انت عارف نشأته اصلا، هو ده انت فتحت لي الموضوع انا بحبه جدا. طب يلا بينا. هو اصلا ناشئ من اول ما ابتدى ميليتري بيس. اوكي، جيش. اوكي. الشخص ده هيقدر يتحمل الضغوط والمصاعب والحاجات اللي موجوده، ونشأ في بريطانيا. بعدين ابتدى يتطور كتير، وده حولوه لتجاري. ابتدت تنشأ شركات كتير وجهات منظمه في العالم تدرس حاجه اسمها الريلايبيليتي والفاليديتي، ودي قصه طويله نبقى نتكلم فيها في حلقات تانية. اوكي، عشان العلم ده علم كبير وفي خرافات كتيره حواليه. صح. اوكي، ولكن في عدد من الاختبارات اللي بتدي لك البلس بتاعك انت تنفع لمهنه البيع او لا. واحد من الاختبارات المهمه هي اختبارات الذكاء الاجتماعي او الايموشنال انتليجنس. اوكي، الايموشنال انتليجنس اسسمنت عاده بتقولي ليه طيب يا جماعه الايموشنال انتليجنس ما كلنا كويسين؟ لانه من اكتر الحاجات اللي بتهمك هو التعاطف والقدره على بناء العلاقات، اللي هو الجزء الخارجي من الايموشنال انتليجنس. اوكي، ومعرفتك لنفسك وقدرتك على التحكم في مشاعرك وقدرتك على كل الحاجات دي حاجات مهمه جدا من السمات خلينا نقول من الصفات للنجاح في مهنه البيع. انا عجبني جدا قلتي هي صفات وليس سمات. يس، فمعنى ذلك ان هي مكتسبه. يس، تمام. اوكي، لانه الايموشنال انتليجنس بالنهايه انت بعض المهارات تقدر تطورها. صح. اوكي، فبالتالي هو اول حاجه تتعرف على ذكائك العاطفي. اوكي، بالفايف دايمنشنز بتاعته. اوكي. طب يا جماعه تجيبي الاختبارات دي منين؟ بس هو بقت في حاجات كده ببلاش على الانترنت. ابعدوا يا جماعه عن الحاجات اللي ببلاش على الانترنت، لانه اكيد ما فيش جهات منظمه في العالم موجوده وبتدفع آلاف وملايين الدولارات علشان تقدر تعمل ريسيرش وديفلوبمنت وسايكولوجي تيستينج. اوكي، وهتقدمها مجانا. طبعا، لانه دي يعني ده استثمار لوحده، شركات قائمه لوحدها. دايما دوروا على التولز اللي موجوده في العالم معتمده من جهات عالميه، اما من البريتش سايكولوجيكال اسوسيشن، امريكان تيست ببلشر، ايشيان تيست ببلشرز، ليهم اماكن بتعتمد هذه الاختبارات. اذا مش معتمد منهم هيبقى عليك كويستشن مارك يا جماعه. اوكي، عليك كويستشن مارك على الريلايبيليتي بتاعته، تقدر تعتمد على نتيجته بنسبه قد ايه، لانه if it's misleading انت هتفقد اصلا ثقتك في التولز والاندستري نفسها، والاندستري دي كبيره قوي. اوكي، فدي اول خطوه، تعمل قياس للذكاء العاطفي. اوكي، هل في عندك حاجات ممكن تقوليها حتى لو بفلوس؟ يعني حتى برضه نقول بص، في او اكتر واحد اوكي، جينس ايموشنال انتليجنس تول، دي من الحاجات، هم 6 شركات معتمده عالميا. اوكي،
في 6 seconds، حاجات كتيره قوي مم. يعني ممكن انك انت تدخل وتدور عليها. انا ما بحبش الدعايه آه. للشركات آه. عاده، اوكي. بس جينس، جينس واحده من الشركات اللي انا بحب اشتغل معاها، اوكي. لان هم معتمدين، واحده من ال6 شركات المعتمده دوليا في الذكاء العاطفي. وليه 3 طرق: ذكاء عاطفي مع نفسك، ذكاء عاطفي مع البيرز، ذكاء عاطفي مع 360 مع اللي فوقك واللي تحتك وعملائك وزملائك وغيره. اوكي. ف فانت بتاخد 360 بس من ناحيه الذكاء العاطفي لو انت موجود في كارير معين، او بتاخد مع زملائك، اوكي، او تاخد لنفسك، اوكي، للتعرف على نفسك. فجينس واحده من التولز اللي انا بحبها وبحب اني استخدمها كتير في التعرف على الذكاء. ودي ممكن ودي ممكن انا ادخل مثلا على الويب سايت ادفع ثمن الاسسمنت؟ لا، لازم تروح لوكيل معتمد، واحده من يعني من الوكلاء المعتمدين. انتوا ممكن يعني وكيلين معتمدين. طب حلو. اوكي. دي حاجه. الحاجه الثانيه بتعمل تول للبيرسوناليتي تيست. اوكي. جيت في حتتي بقى، الMBTI واحده منهم. بالظبط. انت عارفه انا سيرتيفايد اصلا براكتيشنر MBTI. يس وعدد من الزملاء. لا، السايكومتريك اسسمنت والبيرسوناليتي تيست من اهم الحاجات اللي بتقدر تعرفك على فارمر ولا هانتر مثلا. اوكي. تقدر تعرفك على انت ميولك ايه وارتباطها بصفاتك الشخصيه. اوكي. بس في تولز تانية كمان تدي لك بنش مارك اجينست التولز اجينست السكسسفul سيلز بيبل في العالم. طب زي انا اول مره اسمع عنها. اوكي. مثلا في عندك بروفايلز انترناشونال، عندك جريت بيبل، عندك SHL. دول التولز اللي عندهم بنش مارك عالميه. اوكي. التولز دي هي لانه ما فيش صح وغلط، صح، فهي بتقيسك اجينست اللي شبهك في المجال ده. لو انت جونيور هتقيسك اجينست الجونيور، لو انت ميد ليفل هتقيسك اجينست الميد ليفل. تدي لك الكارير باث وبتقيس 3 حاجات: طريقه تفكيرك، سماتك الشخصيه، اهتماماتك. فبتدخل للانترست ليفل. الثلاث نهايات، ثلاثه سيركلز اللي انت اتكلمتي عليهم في الاول. اوكي. فدي من اهم الحاجات، انك تعمل واحد من التست اللي بتعرفك على شخصيتك بعمق اكثر. اوكي. طيب، علم القياس السايكومتريك كمان ما فيهوش الاثنين دول بس علشان تتعرف على نفسك. لازم في بعض الاحيان الشركات الناجحه تقول لك لا، ما انا عندي مجموعه من الجدارات، انا عرفت انه فت طيب كذكاء عاطفي، وعرفت انه فت كسمات شخصيه وطريقه تفكير واهتمامات، ولكن انا عاوز اقارنه بالكومبتنسي فريم ورك بتاع شركتي. مجموعه الجدارات والكفاءات اللي مطلوبه عندي انا اللي هي من شركه لشركه بتختلف طبعا. اوكي. فبنعمل حاجه اسمها اسسمنت سنتر. اوكي. اسسمنت سنتر للتطوير، اسسمنت سنتر للتدرج الوظيفي، للبروموشن، للاختيار طبعا. اوكي. ودي من الحاجات المهمه جدا لانها بتكون تيلرد على الكومبتنسيز بتاعت الشركه. اوكي. فدايما علم القياس بشكل عام سواء سايكومتري او اسسمنت سنتر هو يقوم على التعرف على نقاط القوه عند كل شخص، والنقاط اللي بحاجه للتطوير ونسبه الملائمه مع الوظيفه. ويديلك كده رانكينج لنفسك، حتى لو انت بياع تميل لايه من التدرج الوظيفي والمهارات اللي مطلوبه ليها. اوكي. يعني قصدك ايه بالنقطه دي؟ يعني هل ممكن انا بعد ال3 حاجات اللي انا عملتهم ديت تاثر فيا في الكارير بتاعي؟ يس طبعا. تقول لي انت تروح هنا او هنا وهنا بالظبط. كان يشير اكزامبل أيوة. كده يعني. لانه الشخص احنا قلنا انه البياع دايما بيقول لك ايه، انا انا هفضل بياع طول عمري. لا طبعا، هي ليها تدرج وظيفي وتدرج وظيفي كبير جدا. فانا ممكن اعمل الاختبار خاصه السايكومتريك اوكي والاسسمنت سنتر واقيس نفسي في مسارات مختلفه. اوكي. عند كل تيرنينج بوينت ليا، فانا ممكن ابتدي بياع عادي ماشي واتطور في مهنه البيع، ابقى سوبرفايزر، ابقى تيم ليدر، وبعدين سوبرفايزر، وبعدين مانجر ومش عارف. خدوا بالكم مش دايما كل بياع شاطر بيكون مدير شاطر. يا معاكي. اوكي. وكتير من الحالات بنشوفها
انه التيم هو بينافس التيم بتاعه. اوكي، فانت ممكن تفضل في مهنه بياع وتاخدها كارير طول عمرك، ممكن تتدرج، ممكن بقى تنتقل الى اداره حسابات العملاء الكبار. كاكونت مانجمنت. اوكي، فدي بقى خلاص ممكن تروح للديجيتال ماركتنج والبيع الالكتروني والاي كوميرس والحاجات دي. والاي كوميرس والحاجات دي. ممكن تروح للتدريب والتوجيه انك عايز بقى تبتدي تعرف لما الناس. يبقى عندك accumulated number of experience ويرز وستوريز تقولها ومهارات مختلفة، تنقل العلم ده للآخرين. أوكي، ممكن تتطور في إدارة الأعمال. اللي هو البيزنس ديفلوبمنت. يس. اوكي، خد بالك في فرق ما بين البياع وإدارة الأعمال. أرجوكي احكي لنا الفرق، لأنه دي ديسكشن في 3 حاجات كده. كنت أنا قريب في ايفنت وكان في مجموعة برضو من الزملاء والزميلات يعني، وقعدنا نتناقش في الموضوع ده. في 3 كلمات مختلطة عند الناس: البيزنس ديفلوبمنت والسيلز والماركتنج. اوكي، وفي كده تحس كده في لخبطه فيهم وصراع وانا مين، وانا لا اصل انا بزنس ديفلوبر، لا اصل انا سيلز، اصل انا ماركتنج. فاكيد طبعا بما ان انت بتاخدي الموضوع ده للاسسمنت، فانت بتقدري تقولي احمد ده بزنس ديفلوبر ولا ماركتير ولا سيلز. فايه الفروقات ما بينهم؟ اوكي، السيلز هتلاقي هي البيع، الشخص اللي بينزل اوكي ويبيع يعني هيز مور اوف ا هانتر. اوكي، فانا عاوز هانترز، فانا هجيبهم بياعين وهسميه سيلز اكزيكتيف. ويتطور فيه. حلو. اداره وتطوير الاعمال اتس مور اوف كي اكاونت مانجمنت. اوكي، اطور الاعمال ازاي وابني بزنس ديفلوبمنت عليه وامسك العميل ده وهيز مور اوف ا فارمر. صح. اوكي، فاتس ا بزنس ديفلوبمنت، انت بتبيع بس على اللونج تيرم مع عملاء جدد، غير اداره حسابات العملاء الرئيسيه. لانه اداره حسابات العملاء الرئيسيه اتس كروس سيلينج واب سيلينج، انت بتبيع لعميل حالي. بس بزنس ديفلوبمنت اوكي، انت بتجيب عملاء جداد بس وبتطور من العلاقه معاهم اوفر تايم اند يير. اوكي، ماركتنج انت بتجهز الفاونديشن عشان السيلز ييجوا يبيعوك. اوكي، والصراع القائم مين قبل مين دي صراع ابدي ما بين السيلز والماركتنج. هم مدرسه واحده، ولكن الماركتنج هدفه الاساسي هو تسهيل الطريق paving the way. اوكي، عشان البياع يبيع صح. هو اللي هيحط لك البراند اللي هتبيعه بشكل صحيح، هو اللي هيحط لك التارجت اودينس على السوشيال ميديا، هو اللي هيوديك للايفنت الصحيح اللي تجيب منه البوتنشال سيلز بتوعك. فما بيتفصلوش عن بعض وما بيتخانقوش مع بعض. ايوه دي حقيقه. اوكي، بس مين مدير مين؟ الكوميرشال هو المدير على الاثنين على فكره يعني. بس لا المدير هو مدير لا المبيعات هي مديره الماركتنج، ولا الماركتنج مدير المبيعات. هم تيم مش فعلا في مدير ليهم هو اللي بيستفيد من الكفاءات بتاعت كل حد منهم عشان في الاخر تو اتشيف اور جول. طب ايه كمان شايفاه يقدر على اداره السي ار ام؟ اوكي، تتحول لخدمه عملاء. اوكي، ده من الكارير باث اللي ممكن تروحه. تبقى استشاري مبيعات، يعني تروح في حته انك شركه تجيبك المنتج ده مش عارف ابيعه، فانت عندك الصفات ما بين الماركتينج والسيلز والبزنس ديفلوبمنت، تقدر تسبوت اند انالايز فين التشالنج اللي بيواجهك او بيواجه الشركه يعني كعميل، وايه السوليوشنز، وبتشتغل معاه على تنفيذ السوليوشن. فانت بقيت استشاري مبيعات. اوكي، سيلز كونسلتنت بجد بقى، سيلز كونسلتنت بجد يعني. يس. عندك مخزون من الخبرات ومتعدده بالظبط. انا شويه عندي سيلز، عندي بزنس ديفلوبمنت، عندي ماركتنج، عندي الحاجات دي. في قادر ازاي ان انا وفي قطاعات مختلفه او وقتها تتخصص في قطاع معين. بس سيلز كونسلتنت مثلا فارما، سيلز كونسلتنت مثلا ريل استيت. بالظبط. اوكي، بالظبط. دول موجودين وناجحين. هو بيبتدي حتى يوصل لمرحله انه يبقى استشاري مبيعات، يبني تيمز. فهو accumulated that experience وتوجه فيها ونجح وابدع. اوكي،
هتلاقي انه طب ما هو بالنهايه ابتدى كبياع، او ابتدى كبياع وتطور وضاف عليها الماركتينج وخد من هنا بزنس ديفلوبمنت، او خلينا نقول فارمر وهانتر وكل الكلام الحلو اللطيف ده. اوكي، كمان عندك تحليل المبيعات، تحليل المبيعات، داتا اناليتكس في السيلز، ده دومين لوحده. شخص يعني اخي انا لا توجيني قدام الناس ولا تقعدني مع حد، انا بحب احلل المعلومات واقعدني ورا تحليل الداتا بتاعت المبيعات، واطلع لك منهم ترندز، واطلع لك منهم بوتنشاليتي، واطلع لك منهم اللي انت عاوزينه. ففي قاعده واحده انا طلعت لك بكارير باس طويله ومسارات مهنيه ممكن الشخص ياخدها ويقارن نفسه ويختار هو عاوز ايه. والله انت رديتي على خرافه كنا بنقولها في الاول. يا جماعه الخير، السيلز مش سيلز، مش حاجه بشتغلها وخلاص، لا ده انت عندك بدل الكارير. يعني جمانه قالت لنا حوالي 7 8 9. الفكره كلها ازاي تقدر تعرف بالسايكومتريك تيست، بالاناليسيس، بالاسسمنت انت بأني واحد فيهم عشان فعلا تبني الكارير بتاعك. والله شكرا، لانه فعلا في كتير من الناس، حتى لما كنت انا يعني وقتها في الكوربريتس كان يقول لك هو انا ايه واتس نيكست، هروح فين؟ وتلاقي الناس استك، وبعد كده يحصل طبعا الناس دي موتيفيتد مش عايزه تشتغل، تبتدي بقى عايز يهرب يروح شركه تانية او يروح مكان تاني. ما انت تروح شركه تانية نفس الموضوع. صحيح. هي الفكره واتس نيكست. واعتقد كمان برضو في دور للمدير التوجيه للموضوع ده بالظبط. يعني كتير بحب قوي المديرين يقول للناس اللي عندهم انت عايز تبقى ايه؟ طب انا مش عارف، طب تعالى اقعد انا وانت كده اساعدك بالتولز والديسكشنز والكارير دايلوج الجميل ده عشان نبقى عارفين واتس نيكست. يبقى انا حتى حاليا وانا مندوب مبيعات بشتغل دلوقتي عشان احقق المطلوب مني، وبشتغل على نفسي عشان اوصل للنكست ستيب. صحيح. انا اخويا مثلا بياع شاطر جدا، اشتغل في مهنه توزيع الادويه ومبيعات الادويه. اوكي. هو عارف انه الباشن بتاعته هو هيز هانتر، وشوي شوي اتعلم يكون فارمر، بس هو مش عاوز يتطور يبقى لا تيم ليدر ولا سوبرفايزر. سيبني في الكارير دي واكبر فيها. وابتدى يروح وبيعمل وبيعلم بيوجه زملائه ازاي يتطوروا في مهنه البيع. اوكي، بس هو مش عاوز يكبر، لا يبقى مدير مبيعات ولا يبقى تيم ليدر، ولا انا مبسوط كده I'm satisfied، وانا بغذي شغفي من خلال توجيه وارشاد لغيري من الناس. اوكي، مش لازم ابقى مدير. هي انا بقولها دايما المدير ده مش ترقيه، يعني مش ترقيه زي بتاعه الجيش والشرطه ان انا لازم بقيت مش عارف نقيب بقيت رائد. لا هي مش كده. صحيح، مش كده خالص. هو انت عندك يعني انت بتبقى دايما في مفترق طرق، وانت دايما بتختار الطريق اللي هو فعلا مناسب ليك. صحيح. انا فكرتيني دلوقتي وانا قعدت اشتغلت شويه في السعوديه، كان في مندوب زميل وقتها في شركه تانية، شركه فايزر، مش فاكر هي كان سوري لبناني، كان شعره ابيض، يمكن اعتقد وقتها انا كان عندي مثلا حاجه 20 سنه، وهو كان يمكن في الاربعينات، وبيشتغل مندوب دعايه ومبسوط من اللي هو بيعمله، ومش عايز يبقى اكتر من كده. انا مبسوط، انا عندي ان انا اقعد مع الناس واقابلهم وابيع وانا تمام. وفي ناس كانوا زمايلنا يقول لك انا مش عايز ابقى، انا لو فضلت لغايه اخر يوم في عمري وشايل الشنطه وبقابل الناس انا مبسوط. لانه this is his passion. بالظبط. اوكي، there is no right no wrong, no right person no wrong person, there is a right fit and a wrong fit. لاقي الفت اللي المسار اللي بيناسبك، لانه الايدنتيتي بتاعتك بتختلف عني طبعا. اوكي، وبالتالي مفيش حاجه تنطبق انا عملتها هي اللي لازم انت تعملها عشان تاخد نفس اتس نوت ا ريسيبي. صح. مش وان سايز فيتس اول زي ما بيقولوا. لا طبعا، كل واحد طبعا. على حسب طبعا الباشن والمهارات والسمات، وتلاقي منتور كويس زي ما قلت. نحلها ازاي موضوع المنتور ده بصراحه؟ لانه برضو يعني بره انت عارفه دايما في امريكا بالذات كمان كل الناس وبيبقوا سي او عنده المنتور بتاعه وعنده الكوتش بتاعه. الموضوع ده نحله ازاي في مجتمعنا؟ يعني هل في حاجات مثلا الشباب يدخلوا عليها يختاروا المنتورز؟ هل بيبقوا يعني نحل الموضوع ده ازاي؟ بص، اوكي، المنتورشيب في مهنه السيلز معظمها لازم يكون سيلز بيرسون. اوكي، فهتلاقيهم مدراء ناجحين، فانت مش هتاخد نورمال منتورشيب، هتاخد مور اوف باشن ديسكفري،
A good person, he becomes your friend and provide advices. A strategist who can إذا أنت C level تقدر تروح له يساعدك إنه هل أنا ماشي في خطتي البيعية بشكل سليم ولا أغير الدايمنشن بتاعتي. فكل ليفل من البياعين أوكي وليه ليفل من المنتورز and they are not for sure life coaches ايوه أوكي ولا career coaches. they are business coaches. صح. اوكي دول عددهم محدود في الوطن العربي. اوكي فانا بدور على executive business coach. اذا انا بدور على life coach موجودين كتير وفي ويب سايتس كتيره بتلاقيهم فيها. بدور على business analyst حتى لو هو ما اشتغلش صناعتك قادر يقرا عنها ويفهمها. he's a coach في الحته دي. he's a strategist هيساعدك تبص على الزوايا من منظور على الامور من منظور مختلف وبالتالي تنظر لنفسك ولمهنتك بشكل. يعني تاكيدا لكلامك يعني الواحد لما بيجيله برضه يعني بزنس كوتشنج opportunities يعني على فكره ممكن بدخل مجالات انا مش فاهم عنها اي حاجه. هي الفكره ازاي تساعد الشخص وقتها ان هو تنور له افكار هو ما كانش عارف ان هي هتوصل له. انا دايما بشبهها بحاجه يا جمال. لو احنا الاثنين بنلعب تشيس شطرنج وزمايلنا المصورين بيشوفونا دلوقتي واحنا بنلعب مين اللي بيكون عنده رؤيه اكتر؟ انا ولا انت ولا هم شايفين اللعبه من بره صح. شايفين تحركاتي وتحركاتك. انا انا دايما بقول انا شايف حتى رقعه الشطرنج بانجل واحد انت شايفاها بانجل واحد هم شايفينها بانجل تانية مختلفه. صح. ده نفس فكره البيزنس كوتش لما بيروح مع العميل او مع CEO وات ايفر بيقعد معاه هو فعلا بيشوفها بانجل مختلفه فبشويه اسئله مع شويه حاجات طبعا فاهماها فبالتالي بتنور بالنسبه له افكار جديده. جمانة كلنا في حياتنا كده بنتعرض مش هقول خبطات بنتعرض لمواقف والموقف ده يا اما بيتطلب مننا ان احنا نغير المايند سيت بتاعتنا 180 درجه او احنا نتيجته المايند سيت بتاعنا اتغير 180 درجه. هل في حياتك اتعرضت لموقف شبه كده؟ مواقف. طب قولي عايزين نسمع منك. اوكي اهم موقف هو كان محور اساسي غير في طريقه تفكيري. لا انا عايشه كل عمري في دبي. اوكي اضطرتني ظروفي الشخصيه اني انتقل للحياه في لبنان وانا عايشه في دبي كل حياتي بشتغل سيلز وبزنس ديفلوبمنت وغيره في المجالات دي. اوكي وكنت مستمتعه جدا فيها. نزلت على لبنان وعشت 3 سنين. اول ما نزلت كنت قاعده اللي هو انا هشتغل ايه وهعمل ايه وكانت ظروف قهريه. ولبنان انا لا مولودي فيه ولا عايشه فيه وما اعرفش عنه حاجه خالص. ف it's a new country for me. though that إنها هي بلدي ولكن it's a new country. عشان تقعدي فيها عشان اقعد واعيش فيها كانت جديده عليا. so في زميل ليا كان ماي منتور قال لي ما تدخلي مجال التدريب اوكي والتطوير في المبيعات وتبتدي تدربي الناس. فكانت نقطة تطور وتغير جذري في حياتي ان الدايركت سيلينج اوكي اللي هو انت بتعامل مستمر لا مسار مهني جديد غيرت فيه مساري ومن بعدها اكتشفت باشن جديد انه ده خلاني عاوزه ادرس اكتر اتعرف على الاورجنايزيشن ديفلوبمنت شكلها عامل ازاي عاوزه ادخل في مجال التريننج والديفلوبمنت بعمق فاخدت الاتش ار من نواحي المختلفه. اوكي ولكن من نواحي درست بقى كل ما يتعلق في الكونسلتنسي في الاتش ار والتدريب والتطوير والانستراكشنال ديزاين اصمم التريننج بروجرامز ازاي. طب ودرست السايكوماتريك تيستينج وبقيت انترناشونال سيرتيفايد اسيسور. فدخلت في دومين مختلف نتيجه ظرف عائلي اضطرني للنزول من دبي للبنان في فتره ما كنتش عارفه عاوزه اعمل ايه فيها
وكانت نقطة تحول جذرية. 180 درجة. بس. طب ده هيخليني اروح للسؤال دايما بنساله برضو للضيوف بتاعتنا، ايه الكي ليرنينج بقى في الموضوع ده؟ never say it's never too late to learn. لأني أنا اتعلمت ال HR والconsulting والمهنة دي على كبر مش على صغر. أوكي I was in 30s يعتبر بالنسبة للناس كبيرة. أوكي فما قلتش لأ للتعلم، وابتديت أخد سيرتيفيكيتس جديدة وابتديت أتدرب جديد وأخدت واتعلمت كل حاجة as I am starting my life again. كانك لسه جونيور بتبتدي Yes. حياتك في المهنه Yes. دي، Yes. كنت اوبن تو ليرن حاجات جديده Yes. وعادي خالص، وتعلمي من حد اصغر منك مفيش Yes. مشكله خالص. Yes. لان هو ممكن يكون عشان في Yes. الكارير قبل منك Yes. فهو فاهم اكتر. اوكي، اعتقد في كي ليرنينج ممكن اساعدك فيه، يعني تشينج. ده yes never fear change. بالظبط. لا طبعا ده كي فلا تساهل ولكن شكرا لحضرتك. طبعا التشينج هو من الامور المخيفه جدا، ازاي تأدبت ليه. اتعلمته بقوه، بس انا شخص يمكن لانه من سمات الشخصيه الريزيلينس والادابتابيلتي، دي فاتتني اني اذكرها. صحيح يعني فعلا انت يعني خدت الموضوع ده باوبن مايند Yes. عادي ويلا، وفي حد يقول لك ليه وازاي. هديكي مثال، ده حصل معايا شبه اللي انت بتحكي عليه. انا برضه حصل تيرنينج بوينت كده، ان انا كنت شغال طول عمري سيلز، وبعد كده قعدت في كارير ديالوج مع احد مديريني، والمدير ده دايما بكن له كل تقدير. يعني هو لو بيسمع الحلقه دي هيعرف هو قصدي ايه، في الاوضه في المكان اياه في القعده اياها. هو برضه عمل تشينج ده، من ان انا كنت شغال طول عمري سيلز وسيلز مانجر، انه بقيت مسؤول عن التريننج والسيلز فورس افكتفنس وكده. في بعض الناس دايما في كده ناس بيوصلوا بطريقه مختلفه. احمد انت كده ممكن تتفهم ان انت اتركنت على جنب. بالظبط. نفس اللي حصل معاكي صح؟ ده معناه كده ركنه بس بطريقه شيك. لا هو احنا يا جماعه، هو شاف حته فيا انا ما كنتش شايفها. مسار مهني. مسار مهني بالظبط كده. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يعني انا سبت الشركه، ودي كانت اخر حاجه اشتغلتها قبل ما انتقل بقى للبرايفت بزنس. الحمد لله بشهاده الناس، مش بس على مستوى الشركه، على مستوى الكونتري كمان، ريجنالي، وكمان حاجات على مستوى جلوبالي. الناس حسوا بالفرق، حسوا Yes. بالفينجر برينت. فهي كانت برضو يعني عين ثاقبه من مديري انه يقدر يعمل الموضوع ده، وفي نفس الوقت ان انا ادابتبل تو تشينج، يس وخدتها بفريش مايند، وخدتها ان انا هتعلم حاجه جديده. صحيح. غير بقى ايه، ما سمعتش الناس لا يا عم ده انت اتركنت، فممكن ابقى دي موتيفيتد وادور على حته ثانيه. وسبحان الله نتيجه اللي حصل ده اتفتحت opportunities non limited. هي دي واحدة من النقاط الهامة جدا، التعلم المستمر والقدرة على التغيير في نفسك قبل التغيير في الآخرين. صح، ودي كي ليرنينج مهم جدا جدا جدا. هل بقى يعني من ضمن الحاجات اللي الواحد بيبقى بتساعد في تكوين شخصيته وعقليته الكتاب او القرايه عموما، يعني ايه من الكتب اللي انت قريتيها ويعني ممكن تقريها كذا مره واثر فيكي وفعلا ساعدك في تكوين المايند سيت بتاع الجمانه؟ اوكي good to create. good to great. It's one of the book اللي كانوا بالنسبة لي عقلية الانتربرونور، وازاي تنتقل وازاي تكبر وازاي تفكر بشكل مختلف. لكن في مهنة البيع كتابي الأكثر تفضيلا Strategic Selling. اوكي لميلر هايمان. Strategic Selling هو كتاب بيركز على عقلية البيع. اوكي بيركز على الوين وين عند البيع، بيركز انك تفهم مين المشترين اللي قدامك، ازاي تبني علاقتك معهم، ازاي تعرف تسأل الأسئلة الصح، ازاي تعرف تتنبأ بالاعتراضات المستقبلية. اوكي نبأ كمان بيه. يس اوكي وتحدد انت فين من المنافسين. ف strategic selling هو واحد من اكثر الكتب بالنسبه لي اللي يعني فعليا كانوا turning books في مجال البيع عليا. طبعا ميلر هايمان كشركه هي واحده من اكبر المدارس العلميه في البيع. اوكي عندهم الميلر strategic selling، وقبله الconceptual selling بيركز على الاسئله وازاي تطرحها
وازاي تخطط ليها. وفي من بعده في نيجوشيشن وفي الكي اكاونت. بس استراتيجيك ساعدني انا شخصيا. كان عندي عدد من العملاء ما كنتش عارفه انا فين، انا واقفه عم ستوب، مش عارفه افهم how to move forward في الريليشن معاهم. اوكي، وليه؟ فكان مهم جدا اني اقدر احلل العميل ومين المشترين اللي جوه العميل وايه الوين وين ليهم عشان اقدر تكلوز. انا فعليا عليت لي نسبه الكلوزنج ريشيو بتاعتي. بجد؟ يس. واو. يس. لما طبقتي البراكتسز بتاعتها والاكشنز. يس. اوكي، ما اعرفش لو عندك يعني اكزامبل حاجه فاكراها، مثلا عميل معين كنت علقانه معاه او استك معاه عندي وعملت واحد من يعني العملاء هو جهه حكوميه وجهه حكوميه خارج مصر في دبي، وكنت بشتغل معاه مشروع كبير قوي لتحليل وبناء القيادات. هو مشروع 7 سنين. فكان في منافسين كتير داخلين معايا. اوكي، وهم دقيقين جدا طبعا. اوكي، فكنت علقانه في حته how I can understand مين الديسيجن ميكرز اللي جوه وايه اهتماماتهم وبيع لهم ازاي. لانه يعني كذا واحد طبعا بياخدوا القرار. يس. وفعلا مسكت الميثودولوجي بتاعتهم وقدرت اني اقسم. فكنت شورت ليستد انا وكومبيتيتور تاني. فدخلت بقى في الاناليسيس، الديب اناليسيس بتاعت ازاي اعرف اللي هقابلهم فور فاينل ديسيجن الانترست بتاعتهم ايه وهاو تو كرييت وين وين. وقدرت في القعده دي اخد الديل ومضينا 7 سنين كونتراكت معاهم. واو. اوكي، سو ات واز ا فيري جود اكزامبل ليا. وعندي شركه تانية برضو خارج مصر. كنا داخلين منافسين وعاوزين يعملوا ليرنينج اكاديمي ويدربوا بقى ناس في ليفلز مختلفه. كان لازم افهم مين الناس الداينامكس اللي جوه اللي داخلين الديسيجن ميكرز والانترست بتاعتهم. اي كومبرومايز ايه قدام كل حد علشان اقدر اني اوصل اني اخد الديل ده. المنافس استشاري في مجال الاستشارات والاسسمنت والبيع والمبيعات بشكل عام. فكان لازم تعرف انت تبيع الفاليو لكل ستيك هولدر جوه بطريقته باللانجوج اللي هو بيفهمها. فساعدني قوي الاستراتيجيك سيلينج والايدياز بتاعته وازاي تعيد صياغه الجمل وتكون حريص على انك تقول ايه فين وازاي. طب يعني احنا بنأكد يا شباب يا جماعه الخير اقروا الكتاب ده، لانه من الواضح انه كتاب قيم جدا جدا جدا. وكمان جمانة مش بتقول الكتاب ده تقروه بس، ده هي طبقته وكمان ساعدها ان هي تكلوز ديلز كتيره جدا جدا. احنا بنعاني فعلا منه. الشباب يقول لك انا بقابل ناس كتير، بقابل عملاء كتير والكلوزنج ريشيو بتاعه قليله. فمن الواضح انه في حاجات معينه لما تمشي عليها تعلي لك الكلوزنج ريشيو بتاعتك. يب. اوكي. انت ليكي في الكوتس بقى والحاجات دي يعني يو بليف ان ات؟ يس طبعا. اوكي طبعا. طيب هي عندي كوت معين شايفه ان هو فعلا فرق معاكي يو بليف ان ات بتطبقيه؟ صح. في كوت دايما مشهور ل واحد دايما بيقول علشان تو كلوز ا سيلز لا تعتمد على عقليه واتيتيود المشتري. It's all about your attitude. Okay. The salesperson attitude فعليا. ده كود شهير جدا بيتكلم انه النجاح يعتمد على موقفك وعقليتك واتيتيودك في التعامل مع العميل مش على اتيتيود العميل. انت ممكن يكون عندك عميل غاضب اصلا معترض اصلا، تهندله ازاي how to handle this client وتتعامل معاه ازاي يعتمد على موقفك انت واتيتيودك انت مش هو. ما تبقاش رياكتيف يعني. ده انت خلاص هي انسايد اوت. والله انت فكرتيني بحاجه برضو. بعض الناس البياعين داخل البيع خسران لانه هو داخل
انا حبيبي ايه يا عم، وهيخسر. هيخسر. في واحد تاني داخل البيع كسبان، حتى لو هو بالورقه والقلم الاودز ان هي مش هتيجي، بس هو خلاص جواه حتى كسبان. انتبه، مهما قرأت من كتب وطبقت من النظريات، إذا جواك مفيش الإحساس هجيبها عشان يدوس. صح مهما كان. لو احنا عايزين نلخص النهارده الكلام الجميل اللي انتوا قلتيه النهارده يا جمانة، 3-4 نصايح او وصايا من جمانة لمشاهدينا ومتابعينا. واحد من أهم النصايح للبياع الشاطر الناجح: تعامل مع الاعتراضات كأنها فرص للتعلم. تعامل مع اللأ كأنها فرص للتعلم. اوكي، وتعلم باستمرار. اوكي، وتحلى بالصبر والمثابرة. مهنة النجاح تقوم حوالين دول. بياع ناجح، النجاح في مهنة البيع يقوم حوالين هذه النقاط كملخص لكل السمات والصفات والعقلية. كلام يعني يوزن بذهب بصراحه يا جمانة، والمفروض تستاهلي عليه هديه، بس احنا طماعين، احنا كمان هناخد منك هديه كمان. تخيلي كمان. بس عشان انت كريمه فده بيخلينا ان احنا يعني ناخد من كرمك على قد ما نقدر. يعني برضو بصراحه الزملاء اللي جم هنا واحنا عملنا معاهم انترفيوز وكده، كانوا بيقدروا يقولوا والله احنا عندنا حاجات ممكن نعملها هدايا لمتابعينا ومشاهدينا. ايه اللي ممكن جمانة تعمله؟ طيب بما انه احنا عم نحكي ازاي تعرف نفسك، فانا ممكن اي حد عاوز من خلال البودكاست يعمل سايكومتريك اسسمنت عشان يتعرف على الانر انترست بتاعته وسماته، سواء كفرد او كشركه، اديله خصم 20%. اوكي، ولو شركه ادي لهم تحليل فريق مجاني كمان. اوكي يا سلام. بس لو عملوا طبعا السايكومتريك اسسمنت معك. والله بشكرك. يعني طبعا انا عارف قد ايه الحاجات دي طبعا هي بتبقى غاليه كتير، وكمان بتدفع كمان بالعمله الصعبه بالظبط. فانا عارف لو كان عليكي تقدري تعمليها فري كنت عملتيها كلها فور فري. بس يعني ثانك يو طبعا في ال 20%، وثانك يو كمان انه لو في كوربريت عايزه تعمل الاسسمنت ده للتيم بتاعها، لانه انا عارف الريبورت ده برضو يعني مهم جدا جدا. انا هيفهمك، هعمل لك مابينج للفريق بتاعك، اعرفك مين شاطر فين وكده. صحيح. جمانة انا استمتعت جدا شكراً. جدا باليوم. كلام حلو، كلام مفيد. اكيد مشاهدينا ومتابعينا بالذات طبعا اللي هم عندهم البيع والشغف ناحيه البيع هيستفيدوا، خصوصا كمان النوعين المشهورين اللي انت قلتيهم، الفارمر والهانتر. كل واحد اعتقد بعد النهارده يفكر بالظبط. انا شخصيا يعني هبقى عايز اعرف وانا هانتر ولا فارمر. طب او ابتديت بمعنى صح اتخيل الموضوع ده، اكيد هتجيلنا اسئله عليها. فبشكرك تاني مرة على اليوم ده، وكنت فعلا يعني ضيفة عزيزة جميلة. بنشكرك جدا جدا على وقتك يا جمانة. تسلم كلك ذوق، وانا اللي اتشرفت بوجودي معاكم، وبتمنى لهيدا البرنامج النجاح والانتشار، وانا تحت امرك في اي معلومة انت عاوزها اضافة تجيلك من الاسئلة حوالين الحلقة دي. الله يخليكي، ميرسي جدا. قبل ده على خير. شكرا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من الماهر مايند سيت. يا رب تكونوا استفدتوا من الافكار والتجارب اللي شاركناها معاكم. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وكمان تشتركوا في القناه عشان تتابعوا كل جديد ينزل من الماهر مايند سيت. منتظر تعليقاتكم وارائكم واقتراحاتكم لمواضيع نناقشها وضيوف تحبوا تشوفوهم معانا في الحلقات الجايه. اشوفكم على خير. الماهر مايند سيت، بوصلتك للنجاح.